السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا هعمل لكم القرنبيط بطريقة سهلة وبسيطة، طالع مقرمش جدا. هتاكلوا كأنكم ما بتاكلوش قرنبيط، كأن كنتاكي بالظبط. اللي يعجبه الفيديو يدوس لايك واشتراك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. المكونات هنا، أنا خدت نص قرنبيطة ومعاها قرن فلفل، طبعا غسلتها كويس قوي، كوباية لبن صغيرة، معلقة ملح، معلقة كمون. الحاجات دي مش هتتحط غير اما المية تغلي. انا جبت حلة فيها مية، حطيت عليها قرن الفلفل، تمام، والملح والكمون. مش هحط اللبن غير اما المية تغلي. بعد ما تغلي هنزل القرنبيط. الطريقة دي بتخلي القرنبيط منور وشكله فلة، شكله ما شاء الله بيبقى جميل جدا. هنا انا هحط الحليب، كوباية حليب، يعني الكوباية الصغيرة اللي هي بتاعت القهوة. بعد ما تغلي هحط القرنبيط، طبعا انا غسلاه كويس قوي ومصفياه. هستنى لغاية ما يستوي وهعمل اختبار بالشوكة في الجذع بتاع القرنبيطة، مش الوردة، الجذع اللي تحت. هبتدي اعمل بالشوكة، لما الشوكة تدخل بسهولة اعرف ان كده خلاص، يعني انا ما اسيبهوش لغاية ما يتهري، علشان اما اجي اقليه يبقى ليه شخصيته معايا، مش مهري كده. خلاص هو اتعمل وعملت له الاختبار. هبتدي اشطفه بمية ساقعة بسرعة علشان اوقف السوا بتاعه، لان انا مش عايزاه يستوي. لو سبتوه بالبخار بتاعه والسخونية هيكمل سوا فهيتهري. فهشطفه بسرعة بمية ساقعة، وهبتدي احضر المكونات اللي هي الخلطة اللي انا هغطيه بيها. عبارة عن 3 بيضات، كوباية صغيرة حليب، مج دقيق، اللي هي الكوباية المج دي، 3 معالق نشا، معلقة بيكنج باودر، ومعلقة خل. بالنسبة للتوابل، ملح، فلفل اسمر، كزبرة، كمون، كركم، شطة، ومعلقة توم. التوم ده هحطه مع الخضرة. الخضرة عبارة عن شبت وكزبرة، وانا حاطة عودين بس بقدونس، لكن هما الاغلبية شبت وكزبرة. هحط اللبن، هفكك البيض الاول وبعدين هحط اللي هو الحليب، وهبتدي اضيف المكونات كلها ما عدا الثوم والخضرة. الطريقة دي هتعجبكم جدا، وطعم الخلطة نفسها هتخلي القرنبيط تحفة، لان الخلطة ريحة التوابل هي اللي طالعة. هقلبه كويس. هحط معلقة خل، هحط الدقيق، والنشا، هقلبه بقى كويس قوي. ولو حاسة ان الخليط تخين معاكي شوية حطي معلقتين لبن. لو السمك بتاعه كويس خلاص. انا حطيت هنا معلقة بيكنج باودر، وحطيت معلقتين لبن لان حسيت ان الخليط تقيل شوية. هنا الحركة دي بقى بتبقى مهمة جدا. الكزبرة والشبت وعودين بس بقدونس انا حطيتهم في الهون، وحطيت معاهم شوية ملح، وحطيت معلقة الثوم، وهبتدي ادقهم علشان العصارة بتاعتهم تنزل.
بعد ما العصارة نزلت أنا هاضيفها على الخلطة. الحركة دي بتدّي طعم وريحة حلوة أوي، أوي للقرنبيط. أنا هنا زوّدت معلقة شطة لإن لقيته مش حامي شوية وأنا عايزاه فيه نسبة حميان بسيطة، وحطيت معلقة صغيرة سكر. اللي هيسألني السكر ليه، بيعمل تعادل مع الملح، فبيخلّي الحاجة طعمها بيبقى جميل، وفي نفس الوقت طعمه مش هيبان خالص. هنا القرنبيط خلاص أهو جاهز ومصفياه، وأنا جِبت بطاطساية سلقتها نُص سلقة وقطعتها صوابع تخينة، هاعملها بخلطة القرنبيط برضه بتبقى جميلة جدًا. هابتدي أحط بقى القرنبيط في الخلطة وأغطّيها كويس أوي، ما اخلّيش أي قطعة يعني أي قطعة من القرنبيط باينة، هاغطّيها كويس أوي، أوي بالخلطة، وهابتدي أحط في الزيت، ولازم أكون محضّرة زيت كتير. هاغطّيها كويس أوي، أوي، وبعدين هاحطه في الزيت. زي ما أنتم شايفين كده. أنا حضّرت هنا حلة فيها زيت، أنا باحب أقلي في حلة، يعني أنا عاملة الحلة دي مخصوص للقلية، لإن السور بتاعها عالي وليها غطا، فبالتالي البوتاجاز مش بيتبهدل. فهابتدي بقى أقلي فيها القرنبيط، هاحط قطع القرنبيط بعد ما غلّفته كويس أوي، أوي، هابتدي أروح حاطاه عليها، على الزيت. أنا هنا عملت اختبار، يعني حطيت نقطة من الخليط كده في الزيت عشان أشوف هو فعلًا سِخن والّا لأ، لإن لازم الزيت يكون سُخن. هابتدي أنزّل بقى قطع القرنبيط، وهتشوفوا نتيجته أمّا يخرج مقرمش، وما شاء الله صوت القرمشة باينة فيه، وطالع لونه في منتهى الجمال. بُصّوا شكله جميل جدًا، جدًا، ومقرمش جدًا، كإنكم بتاكلوا كنتاكي مش قرنبيط نهائي. شوفوا ناشفة إزاي من برّه، فالطريقة دي فعلًا ممتازة هتعجبكم جدًا. هاعمل الكمية كلّها، كده أنا خلّصت خلاص القرنبيط والبطاطس. بُصّوا خرج شكله في منتهى الجمال، طعم وشكل